السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مدارس هبة الله. طلاب الأحباء، طلاب الصف السادس، اليوم مادة التربية الإسلامية رح نشرح فيها الدرس 22، الهجرة النبوية الاستعداد للهجرة. طلابنا الأحباء في الصف السادس في مدارس هبة الله، الآن طبعا كلنا بنعرف قصة قصة الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. بعد أن زاد أذى المشركين للمسلمين في مكة المكرمة، فلم يعد المسلمين يستطيعون تحمل هذا الأذى، فشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام حالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عليما بحالهم. فقرر بعد بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها المسلمون من أهل المدينة المنورة النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصروه، وعلى أن يطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يؤدوا واجبهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقدم إليهم، أو عندما يأتي المسلمون إلى المدينة المنورة مهاجرين. فالآن زاد أذى قريش للمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الظروف أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجروا طبعا الصحابة في السر. لماذا هاجروا سرا؟ وذلك حتى يستطيعوا الهروب، أو زي ما نحكي حتى يستطيعوا أن ينفذوا بأرواحهم دون أن يقتلوهم أهل مكة المكرمة اللي هم المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال استعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخذ يعد للهجرة أو هجرته هو شخصيا إلى المدينة المنورة. فطبعا الصحابة منهم من هاجر سرا، ومنهم من هاجر علنا. من الصحابة اللي هاجروا علنا أحباء الطلاب هو عمر بن الخطاب، وذلك يدل على شجاعته. طبعا هذه معلومة إلك أنت، معلومة إثرائية حتى تحطها في بالك، إنه في هذا الصحابي عمر بن الخطاب هاجر علنا لأنه لم يكن يخاف من أو يخشى من قريش. الآن مجموعات بشكل فرادى، ومجموعات حكينا فرادى بشكل شخصي، صحابي يخرج لوحده أو يخرجوا مجموعات، لكن كانت هجرتهم في السر. إذا لماذا هاجروا في السر؟ قلنا حتى لا تمنعهم قريش من ذلك، وقد تركوا طبعا أموالهم وتركوا بيوتهم خلفهم في مكة المكرمة. الآن قريش علمت بهجرة هؤلاء الصحابة. الآن تنبهت قريش فخافت من لحاق النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. لماذا؟ حتى لا تقوى شوكتهم في المدينة المنورة، فقرروا أن يتآمروا على النبي، أن الآن يفكروا في خطة محكمة للقضاء فيها أو يقضون فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. طلاب الأحباء، الآن رح نتكلم عن مؤامرة كفار قريش. ما هي المؤامرة التي حاكها زعماء قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤامرة هي كالتالي: اتفق زعماء قريش في دار الندوة. طبعا دار الندوة هي مكان أو مقر أو مكان يجتمع فيه زعماء قريش. إذا دار الندوة هي مكان يجتمع فيه زعماء قريش ليتناقشوا أمورهم. الآن اجتمعوا هؤلاء المشركين في مكة المكرمة في دار الندوة، وفكروا في خطة معينة، واتفقوا على ما يلي: إرسال شاب من كل قبيلة. طبعا هذا الشاب يكون شاب فارس شجاع قوي. الآن كل قبيلة يأخذ منها فارس شجاع من هؤلاء الشباب. الآن ما هي اتفاقيتهم أو الاتفاق؟ أن يدخل هذا الفارس من كل قبيلة، يدخلوا مع بعضهم البعض ويقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل منهم بسيفه، حتى الآن يتفرق دمه بين القبائل. إذا لماذا اختاروا شاب من كل قبيلة؟ حتى يتفرق دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل، فيصعب بذلك على قريش الأخذ على بني هاشم الأخذ بثأر النبي عليه الصلاة والسلام، فيتفرق دمه بين القبائل ولا تصبح له دية. طبعا المقصود في الدية هي مقدار من المال يدفعه من يدفعه أهل القاتل لأهل المقتول. إذا قاموا بهذه المؤامرة وطبقوها، الآن من سيأخذ بنو هاشم دية النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيتفرق دمه بين القبائل. فهذه كانت خطة زعماء قريش أو مؤامرتهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام. نتكلم الآن أحبائي طلاب الصف السادس عن الاستعداد للهجرة. كيف استعد النبي عليه الصلاة والسلام للهجرة؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبو بكر الصديق بوجهته أو بنيته بالهجرة إلى المدينة المنورة، وأنه سيكون رفيقه في الهجرة. الآن هذا بدل على شيء معين. الآن لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رفيقا له؟ هذا يدل على ماذا؟ هذا أحباء الطلاب يدل على اختيار الرفقة الصالحة.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الاختيار، اختار أبو بكر الصديق، فهو صديق المقرب الصديق الوفي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو مثال للصحبة الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا أو يحثنا على اختيار الصحبة الصالحة. فموقف أبو بكر الصديق عندما اختاروا النبي عليه الصلاة والسلام كان فرحا شديدا لموافقة النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ أبو بكر الصديق أو لمرافقته للنبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة. ثم طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من أبو بكر الصديق أن يجهز لهم ناقتين حتى يستعينوا فيها يركبوها أثناء هجرتهم. وأيضا من استعدادات النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أيضا رجلا خبيرا بالطرق. هذا الرجل كان من المشركين ويقال له عبد الله بن أريقط. طلاب الأحباء، الآن راح نتكلم عن وجهة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن توجه النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر الصديق إلى المدينة المنورة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا غير الطريقة المعتادة إلى المدينة المنورة المعروفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فطبعا كلنا بنعرف إنه المدينة المنورة تقع شمال مكة المكرمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وجهته إلى نحو الجنوب. لماذا غير النبي عليه الصلاة والسلام وجهته والطريقة المعتادة؟ هذا يدل على أمر هو الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وذلك للتمويه وخداع المشركين. الآن طلاب الأحباء، طلاب الصف السادس، الآن نتكلم عن موضوع هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أراد شبان من مشركي قريش قتل النبي عليه الصلاة والسلام وتنفيذ خطة أو مؤامرة المشركين، فجلسوا ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه هو من وقع اختيار النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله ينام في فراشه. فكان علي بن أبي طالب كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في ذلك الوقت. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخطة. هذه الخطة تنص على ما يلي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من علي بن أبي طالب أنه ينام في فراش النبي حتى يظهر للمشركين أنه لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. طبعا هناك شبه بين علي بن أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زوج ابنة النبي فاطمة رضي الله عنها. الآن علي بن أبي طالب وافق ونام بات في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في فراشه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى علي بن أبي طالب أمر أنك يا علي إذا خرجت أنا وهاجرت إلى المدينة المنورة عليك أن تبقى في بيتي أو في مكة المكرمة 3 أيام تقريبا، عدة أيام بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لسبب، هذا السبب هو رد الأمانات إلى أصحابها، الأمانات اللي كانوا يضعوها المشركين وأهل مكة المكرمة كانوا يضعوها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يرد الأمانات إلى أصحابها. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذه الأموال معه في الهجرة في طريقه إلى المدينة المنورة لأنها أموال مشركين، لكن هذه ليست أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. طلب من علي بن أبي طالب أن يرد الأمانات التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام. هكذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خرج. فعندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أمام المشركين، فالله سبحانه وتعالى جعل على أبصار المشركين الذين كانوا يقفون أمام بيت النبي أو حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام غشاوة، فلم يستطيعوا أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام. وصحب أبو بكر الصديق وتوجها إلى غار ثور الذي يقع في جنوب مكة المكرمة، وبقي في هذا الغار مدة 3 أيام. الآن طلابي الأحباء راح نتكلم عن دور بعض الصحابة في حادثة الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر أو ترك مكة المكرمة متوجها إلى المدينة المنورة، عندما بقي في هذا الغار 3 أيام، طبعا حدثت أحداث أو اختار النبي عليه الصلاة والسلام أو من الأمور التي تدل على التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر الآن استخدم أو طلب كان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله طبعا ابن أبي بكر الصديق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه في الهجرة، كان يأتي يوميا أو عندما يسمع أخبار جديدة من قريش كان يذهب ويخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأباه.
إذا عبد الله بن أبي بكر كان دوره يأتي بأخبار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. أيضا النقطة الثانية، أو من الصحابة أيضا الصحابة الذين كانت لهم أدوار عظيمة، أسماء بنت أبو بكر الصديق التي كانت تأتي أباها والنبي عليه الصلاة والسلام، تأتيهم بالطعام والشراب، وكانت أيضا ويقال أو لقبت أسماء بنت أبو بكر الصديق لقبها النبي عليه الصلاة والسلام بذات النطاقين. وسبب هذه التسمية طبعا النطاق هو الحزام الذي يربط على الخصر، فكانت يعني أسماء بيوم من الأيام تأتي للنبي بالطعام فلم تجد شيء تضع فيه في هذا الطعام، تغطي الطعام فيه، فأخذت هذا النطاق أو هذا الحزام، شقته من المنتصف، وضعت فيه نصف منه الطعام والنصف الآخر ربطته على خصرها، فأطلق عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذات النطاقين، لأنها إذا تسببت اللقب لأنها شقت نطاقها نصفين لتحمل الطعام، والنطاق هو الحزام الذي يشد به الوسط أو الخصر. أيضا من الصحابة اللي استعان بهم النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه في هجرته عامر بن فهيرة. وعامر بن فهيرة رضي الله عنه كان يأتي بالأغنام، طبعا راعي غنم، يأتي بالأغنام ليمحو آثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، يأتي بالأغنام تمشي على آثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق حتى تضيع هذه الآثار فلا تتبعهم بالتالي قريش وتعرف مكانهم. طلاب الأحباء في مدارس هبة الله، بعد ما شرحنا الدرس إن شاء الله استعداد للهجرة، بدنا نناقش مع بعض. أختبر معلوماتي. السؤال الأول: ما القرار الذي اتخذه كفار قريش لمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الهجرة عندما علموا بأمر بيعة العقبة الثانية؟ قتل النبي عليه الصلاة والسلام لإرسال شاب من كل قبيلة فيتوزع دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على المطالبة بدمه. السؤال الثاني: اذكر 2 من الاستعدادات التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام عند هجرته. طلب من أبو بكر الصديق أن يجهز لهما ناقتين اللتين أعدهما مسبقا. النقطة الثانية: استأجر رجلا مشركا يدلهما على الطريق، عبد الله بن أريقط. طلاب الأحباء، طلاب الصف السادس في مدارس هبة الله، ننتقل للسؤال الثالث: أصل بخط بين اسم الصحابي والعمل الذي قام به في الهجرة النبوية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما هو دوره؟ نعم، صحب الرسول عليه الصلاة والسلام في هجرته إلى المدينة المنورة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما هو دوره؟ بات في فراش النبي ليلة الهجرة. أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها، ما هو دورها؟ نعم، كانت تزود النبي عليه الصلاة والسلام وأباها أبو بكر الصديق بالطعام والشراب. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، ما هو دوره؟ كان يزود النبي عليه الصلاة والسلام بالأخبار. عامر بن فهيرة رضي الله عنه، ما هو دوره؟ كان يأتي بالأغنام ليطمس آثار الأقدام. نستودعكم الله طلاب الأحباء، طلاب الصف السادس في مدارس هبة الله.